ليه البنت الذكية ممكن تقع في حب شخص مؤذي؟ حتى وهي عارفة إنه بيأذيها بتتمسك بيه أكتر وبتدافع عنه أكتر وأكتر. الحقيقة إن ده مش غباء ومش قلة كرامة، في أسباب علمية ونفسية ورا الموضوع ده، وأول سبب هو الدوبامين. في دراسة بتقول إن العقل البشري بيتحفز لما يحس إن في أمل أو مكافأة جاية في الطريق، وبالنسبة للبنت حتى لو العلاقة مؤذية مجرد فكرة إن أحدهم هيتغير بتخلي الجسم يفرز دوبامين، وده بيخليها تحس إنها لسه بتحبه رغم كل التعب اللي سببه. تاني سبب حاجة اسمها التروما بوند أو التعلق الصدمي. الشخص المؤذي بيبدل بين اللطافة والإهانة، فالدماغ بيتشتت ويبدأ يربط بين الألم والحب، وده بيخلي الانفصال عنه أصعب حتى لو البنت عارفة إنه بيدمرها. تالت سبب التحدي. البنت الذكية بتحب التحدي، العقلية الناجحة بتحب تحل المشاكل، فلما العلاقة تبقى معقدة ومؤذية بتشوفها مشكلة تتحل مش خطر تهرب منه. رابع سبب هو صورة النفس. لو البنت عندها تاريخ من العلاقات الصعبة أو تنشئتها كان فيها نقد أو تجاهل، ممكن تكون اتعلمت تربط بين الألم والاهتمام، فالعقل بيختار المألوف اللي هو الألم مش الصح، والبنت تتقبل إنها تكون لعبة وتستخسر تعمل لي فل. سلام.